بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت نطلب من الله يكون كلشي بخير وعلى خير. فيديو جديد اليوم صباحي في الضبابة. صبحت اليوم الضبابة في الخارجة ديال العريش، في المدينة ديال العريش كاملة تقريبا والنواحي. شو الضبابة كيف صبحت، سبحان الله. ما كتشوفش في الطريق، يعني نطلب من الله السلامة للجميع. ما كتبانش زعما الرؤية الصراحة، ما كتبانش هذاك الشيء واضح، يعني كتشوف واحد المسافة قصيرة. نطلب من الله السلامة وصافي. اليوم نهضروا على واحد الموضوع الخوت ديال بارتي ديال تكروفيزات، يعني الرويضة تفشات لك، انت غادي في الطريق حتى كتجبر الرويضة تفشات. النصيحة من عندي الخوت، يعني بنادم بلا ما اذا تفشات لك الرويضة ولا جبرتي فيها شي مسمار ولا باغي تصلح يعني هذاك المشكل، بلا ما تزول الرويضة، بلا ما يعني اذا كان الموتور كيقدر يزيد يعني ما طايحش مرة. شوف كاين هنا جوج النصائح. اذا طاحت الرويضة مرة خاي مرة ابلا كما كيقولوا، ما تمشاش بها. تمشى بها واحد المسافة طويلة راه غادي تخرج على الرويضة. علاش؟ انا نقول لكم علاش، باش نفهموا. اسمعني، بسم الله. هاد الرويضة اذا تفشات مرة كتولي دابا هادي كتهود حتى للقاع، وكتولي هاد الجهه هادي مقسومه على جوج، هيدا كتتنا كتولي انت ملي كتبقى تمشي عليها هاد الحديده هادي الجنطه كتلطم فيها، ما كتقسم بالنص من هنا، كتقسم هيدا كتقسم من النص من الداخل، يعني انت كتولي انت اللي خارج على الرويضه. يعني بنادم اذا تفشات لك الرويضه خاي مره كان شي بينتو كما كنقولوا، يعني بينتو كبير، من الاحسن اخاي كنتي في شي بلاصه قريبه وقادر شي واحد يعني جبرتي شي طريبورطو ولا شي واحد اللي يهزك يعني في شي 207 ولا اي حاجه وقادر ديباني راسك اخاي، من الاحسن نصيحه من عندي اخي، هز الموتور ديالك ودي عند مول الروايد. هذه النصيحه الاولى باش تعدلوا تماك هذيك الساعه بلا ما تزولوا الرويضه. النصيحه الثانيه، اذا ما كانش يعني الرويضه ما هبطاتش مره تفشت نقصات شويه، ساعه انت كتشوف اغلبيه القدام دلور راه ملي كطيح دلور راه كتهود مره، والثقل ديالك والثقل ديال الموتور اغلبيه على دلور. وملي كتكسيري عليه، شوف نصيحه شو هذه واحد نقطه مهمه، ملي كتكسيري على الموتور ديالك وانت مفشوشه لك الرويضه دلور راه كتزيد تهود، راه كتزيد تقل تهز الرويضه دلور، بالعكس ديال الرويضه القدام. الرويضه القدام مين كتفش وكتكسيري راه الموتور كيتهز، يعني انت اذا بقيتي غادي مكسيري بواحد ريتم واحد، راه بحال نقولوا كتخفف الثقل على القدام، بحال اللي كتهز الموتور ديالك كتغرفو كما كنقولوا. هذا هو اللي بغيت نوصل. اما اذا كانت الرويضه دلور اخاي تفشات لك مره، راه هذيك الساعه ضروري بزز منك غادي تضطر تهز الموتور في شي كما قلنا، في شي اي واحد اللي غادي يهز الموتور وغادي يقربك عند مول الروايد وتمشي تعدل الرويضه ديالك. اما اذا كنت يا خير ما جبرتيش ديك الساعه بزز منك كتجيك في الرويضه وتقول ما تجينيش في صحتي. انا هادشي اللي كاين. انا اللي بغيت نقول هنا هو انك اذا تفشت لك الرويضه مثلا للقدام ولا ما تفشت لك شي يعني دلور ما تفشت لك شي مره قادر تمشى بالموتور، من الاحسن اخي بلا ما تزول الرويضه. هذه راه نصيحه من عندي، يعني بلا ما تزول الرويضه خاي. علاش انا كنقول نصيحه من عندي؟ يعني حيت انا دوزتها وجربتها، دابا ما نعرف واش يبان هاد بينتو هنايا. كان وقع لي عاوتاني بينتو تضربت وتفشت لي الرويضه، وكنت سبحان الله شنقول لك، الله عز وجل هو اللطيف. والله داك النهار زعما الصراحه كنت مسافر ومن دخلت للعرايش كنت خارج للعرايش، من دخلت للعرايش بقيت كنحس بالموتور الديريكسيون بحال اللي حسيت به ثقيل، كنبراكي هيدا والموتور كيترعد حتى كنطلع للرويضه كنجبرها سبحان الله مفشوشه. هذيك الساعه هزيتها صافي كملت الطريق، مشيت عند مول الرويد عدلها. يعني قلت لك يعني تعدل الرويضه ديالك وهي باقا راكبه بلا ما تزولها، يعني انت راه تزيد الريسك لراسك. هو اذا كان يعدل لك تماك بهذاك الخيط
راه كيشبر مسمار ولا كيشبر شي واحد الابره وكيضربها تماك، كيضربها في هذيك الثقبه، كيوسع شويه وكيجبدها، كيبقى الخيط تماك. راه ما عندك مين تخاف اخاي، راه نصيحه من عندي زعما نقولها لك، ما عندك مين تخاف، ما كاين حتى مشكل. راه دابا راه تقريبا جايه شي شهرين يعني، ما كاين حتى مشكل الحمد لله، ما كتنقص ما والو. راه الناس راه خدامين بها في الطوموبيلات، زعما الرويضه شوف شحال هزه ديال الثقل وما كاين حتى مشكل، ما كتفويتي ما والو يعني، بلا ما تضطر انت تدرب راسك تماره وتمشي عند السيكليستا وتزول الرويضه وديها عاوتاني عند مول الرويض ويعدل لك الرويضه، ها ترجع وركب، وسبحان الله داك الشيء فيه يعني الوقت، وفيه يعني انت راه عارف معلم. بعض المرات نطلب من الله السلامه، راه صافي بعض المرات كيوقع شي خطا على والو، بسيط تبقى غادي ماجي يعني. بنادم هادشي كامل هيتجنبو، وغادي شنو سميتو يهز الرويضه ديالو، يديها نيشان عند مول الرويض ويركب له بينتو ويصلح له 10 دراهم ولا 1500 على حسب المنطقه. كاين شي مناطق غنيه وكاين شي مناطق فقيره كيتعاملوا معنا بهذا هادشي. نطلبوا من الله يسهل على الجميع، وصباح مبارك للجميع ونهار مبارك للجميع. وش نقول لك، اليوم النهار الاول في شعبان، نطلبوا من الله يبارك لنا في شعبان ويبارك لنا في رمضان، ونطلبوا من الله الرزق والبركه والصحه والعافيه للجميع. هادشي اللي كنتمناو. ومعلومه هذه في الصباح من عند خوكم العزيز عبد ابو زيد. نطلبوا من الله اللي وصل لهاد يعني الاخر الفيديو، ما كرهتي شي اشتراك وشي دعم بجيم وشي تعليق. وزعما الصراحه راه التعليق ديالكم الحمد لله كيخليو الصدى ديالكم، راه في اي بلاصه، في اي بلاصه اخي، في اي مكان، في اي موقع دير الصدى ديالك، دير واحد كما كيقولوا البصمه ديالك طيبه، راه كتاثر على اي واحد. ودير البصمه عاوتاني تخلي بصمه خايبه، راه تاثر على الاخر اللي كيسمع واللي كيشوف واللي كيقرا. بنادم ما يخسر والو في اي بلاصه خاي، خلي البصمه ديالك مزيونه كما كنقولوا، ما تخسر والو خاي. والتعاليق القبيحه راه باش نتكلموا صراحه، راه التعاليق القبيحه راه ما كتضرش يعني، راه ما كتاثرش على اللي كيقراها ولا اللي كيسمعها. علاش؟ انا نقدر نمسحها وغادي نبلوكيك، هذا جهدي عليك. اذا كان شي واحد يعني الحمد لله حنا ما طحنا دابا حتى شي واحد، انا باغي غير نوصل هذه الفكره. شنو هذه الفكره هذه كضرها راسك مين كتحط شي تعليق قبيح ولا كتقول شي كلام قبيح ولا كتخسر الكلام ولا كدير اي حاجه. هاد كيبين غير كما كيقولوا المستوى ديالك. ونطلب من الله السلامه والله يصلح الاحوال. هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.